دعاني الكاتب العام راه دعاني الكاتب العام واش فهمتيني ولا لا، وتدار جوج ديال الدعاوى بنفس الصكوك ديال الصحافه. 138 جلسه، جميع الوثائق كلها المتعلقه. انا قلت لهم الناقد التربوي من حقي هذه الخروقات نبرزهم ونحيلهم لذوي الاختصاص. ها الحكم ابتدائيا شحال حكمت؟ عدم قبول الشكايه. ما قبلوش الشكايه ديالو؟ ما قبلوش الشكايه ديالو هو. والسانف وفاش السانف نفس الطريقه. في الاستئناف بغينا هذا ها هو استئناف. قالوا ليه بان استئناف مرفوض. ها هو السي حميد، اقرا خويا هذا استئناف. وحيث ان استئناف المشتكي يعني هو السيد النائب المطالب بالحق في الشكايه المباشره دون النيابه العامه يقصر نظر محكمه الدرجه الثانيه على الدعوى المدنيه التابعه به انسجاما مع مقتضيات الماده 410 من قانون المستاجرين، على اعتبار ان حق المتضررين ينحصر في اقامه الدعوى العموميه دون ممارسها ولا تبقى من اختصاص نيابه. معقول هذا الشيء؟ بمعنى النيابه العامه ما استأنفتش. زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقه. مؤخرا انتشر كالنار في الهشيم شريط فيديو يظهر عامل اقليم سطات في مواجهه مدير اقليمي، وظهر العامل ينهر المدير ما اثار غضب وحفيظه العديد من المغاربه. الشريط كان مادة لإحدى حلقات موقع بديل، ومن داخل هذه الحلقة اتصلنا بأحمد كيكيش نائب إقليمي سابق، شاهد عيان على محطة مهمة جدا، خاصة ما يتعلق بالصفقات التي شابت المشروع الاستعجالي. أحمد كيكيش وفي المكالمة الهاتفية تحدث عن معطيات خطيرة تهم صفقة بناء مدرسة بأنفكو عندما كان عاملا بإقليم ميدلت. والتزم أحمد كيكيش بأن يحل ضيفا على موقع بديل ومحمل بوثائق خطيرة تتحدث عن تزوير، اختلاس، مشاريع وإعداديات ومدارس وهمية. أحمد كيكيش اليوم في أمامي ووفى والتزم بما وعد به. مرحبا بك السي أحمد. شكرا السي حميد، وشكرا كذلك لبديل جريئة كمنبر غراء ومستقل. شكرا. أنا ماشي عامل، راه نائب إقليمي. نائب الإقليم ماشي مدير. لا، نائب إقليمي. نائب إقليمي سابقا. سي أحمد، عارف النقاش معك طويل جدا وما غاديش يتسالى، غنحاولوا نتحكموا في الوقت. فقط عندي ملتمس بسيط ولو أنت في غنى عنه، لا نسيء لأي شخص غائب، لا نجرح، نبسط المعطيات وللجمهور الحكم. سي أحمد، غادي نسهل عليك الأمر. أنت كنت نائب إقليمي في ميدلت سنة 2010. طبعا كاين تفاصيل كثيره، نمشيو لمربط. شنو هو الحاجه الجريمه اللي كنت شاهد عليها من موقعك في ميدلت؟ راه يمكن في البدايه نشوفوا علاش هذا المخطط واخا استعجالي. اي باقتضاب واخا كان الاصلاح مر على 3 المراحل. 2004 مخطط نموي الاجتماعي لم يحقق الهدف ديالو ديال البطاق. 2004 2008 الاطار الاستراتيجي نفس الشيء حدث، وجاء البرنامج الاستعجالي. الدوله اعطت له واحد الكلفه كبيره الماليه لانجاز هذا. نذكروا بالكلفه شحال؟ تقريبا شي 45 مليار درهم. رقم خيالي. يلا في البدايه، لان من في الاخر، اما في البدايه راه كان الصيغه الاولى اللي فيها مكتب الدراسات حدد 33، وفي الصيغه الثانيه حدد 45. الصيغه الاولى كان يشرف عليها الوزير احمد خشيش، والصيغه الثانيه تشرف عليها كاتبه الدوله السيده لطيفه العبيده. الاشكال اللي كاين هو ان هذا البرنامج الاستعجالي اصبح برامج استعجاليه ل 14 اكاديميه، يعني ان الاكاديميات هما اللي مشاو كيديروا التنفيذ تحت القياده والتوجيه ديال واحد اون سيلول اللي كيتسمى القياده المركزيه. وهذه القياده المركزيه هي اللي شوشات على لا تمركز وفرغات القانون 0700 ديال المؤسسات العموميه اللي هي الاكاديميه. بلا ما نطول،
كان هاد التنزيل ديالو في الاول كلف 29 اطار، 29 وفي المشروع الثاني 55 دراسات اخرى. اللي كيهمنا حنا هو ماذا حدث في هذا البرنامج الاستعجالي. هذا البرنامج الاستعجالي فيه واحد المجموعه ديال الخروقات، وغادي انا نمشي للتجربه ديالي انا في ميدالت. لقيت مدارس ما مبنيينش، ولقيت المطاعم ما مبنييش، ولقيت سميتو الاخر جميع الاوراش تقريبا واحد المجموعه كلها تعافى. ما مبنيينش، واش بداو كيبنيو وحابسين في النص؟ واش ما كاينش مبنيين كاع حتى طابو محطوطه؟ كاين اللي مبني وما مكتمل، وكاين اللي ما طحتش كاع ما التوطين ديالو خاوي مره، خاوي والفلوس خارجه. شوف انا ما كنتش انا كندبر الفلوس، لا هذه مهمه اكيد، لان الشيء اللي كتقول راه افلام هذا الرعب. شوف كاين باش لقينا كاين الحسومات كيتخلصوا، وغادي نجي للتجربه ديال الحسومات. راه المارشي يعني فيه واحد ليتا دافونسمون اللي هو ماشي صحيح، ماشي صحيح. لان كانوا كيتنافسوا الاكاديميات على لي بيك، شكون اللي نجزز الى غير ذلك، ولكن تنافس ماشي شريف. واش فهمتي؟ كاين بعض الاكاديميات اللي خدامين بالوضوح، وكاين الاكاديميات. واخا خلينا فين تحتي انت، شنو اللي لقيتي باختصار؟ اش لقيت بعدي انا في الاول؟ لقيت واحد المدرسه في تونفيت، هي مدرسه عتيقه ولات اسطبل ديال الحيوانات. شكون مدرسه اصبحت اسطبل للحيوانات؟ واحد المدرسه عتيقه كونت اطور عليا في مدينه تيفلت، عفوا تونفيت، وتخرجوا فيها اطور عليا بقدره قادر الاقسام. لا شنو هي القدره قادر؟ ايوا لا وضح لنا. كاين شي ايادي فيها واحد المقاول وفيها واحد المسؤول، وجابوا شي 2 عائلات وسكنوهم تما لمده 10 سنوات حتى 2010 فاش جيت انا تما. وانا وما الساكنه ديال تونفيس قالوا لي راه مدرسه هذيك. دخلت وانا نلقى حيوانات، هضرت معاهم ما بغاوش. شي قالوا لي راه واحد المقاول هو اللي مسؤول. عيط لذاك المقاول قلت له اسكم تخرجهم، قال كان هضر معاهم، بقاو كيتماطلوا ما بغاوش. هزيت ذاك الملف اعطيته للسي الوكيل الملك، وتابعهم واعتقلهم وخرجناهم. الانجاز الاول اللي مهم جدا. النقطه الثانيه هي المساله ديال انفقوا، مساله ديال انفقوا كما قلت. مع الاسف الشديد راه حنا غدا وبعد غادي نمشيو، ولكن الحقيقه والكذب راه الانسان ما خصوش يمشي معاه وهو ميت. ولكن السي احمد انا ملي جبت شي انفكو انا سانوب عن الضيف الكريم اللي كان اخر هنا انا شفت وراني نسخه حكم وتما يعني ما فيها انت صرحتي عند القاضي بان الشريط مفبرك، علما انك انت في المكالمه الهاتفيه وانا باقي كنتذكر يمكن نرجعوا لها قلتي لي على ان مول الارض جبتيه وسجلتيه صوت وصوره كيهضر على الشيك بدون على بياض ثمن، قلتي ديك السي كيهضر على 220 مليون. منين جا السيد عندنا هنا ورانا ورقه فيها ان الارض تباعت كان 152 مليون، ما كاينش 220 مليون. هذه وحده. جوج قلتي انت عند المحكمه بانه مفبرك، وانت قلتي بانك خديتي البراءه، بينما هو ان الحكم في الشكل كانت المسطره معيبه من حيث الشكل، ماشي ربحتي في الموضوع. وانا شفت بانك انت ملي جيتي عند المحكمه انا شفتها بعيني حكم قضائي فيه بان الحكم بانك انت قلتي الشريط مفبرك. شكرا سي حميد على هذا التوضيح. لا العفو سي. وهذه الاسئله انا ما كنتش غادي نهضر على الاشخاص ولا انفقوا، لا بلا شخص لا حتى انفقوا انتهت المهمه صافي، انجز المطلوب. ولكن دابا الراي العام باش يعرف الحقيقه. اولا المتابعه ديالي فيها شقين. كانت المتابعه مركزيه وخواو الشريط، وحيدوا منه
هذيك المساله ديال ما تعطيهم الشك. لذلك راه قلت انا مزور ومفبرك وغطوا ليه عينين. انا فاش هضرت مع السيد ما لقيته كنهضروا بكل وضوح وبشفافيه. قلت له هذا ماشي هو الشريط اللي صوت. لا قلت لهم ماشي الشريط، ها الشريط الحقيقي. كاين جوج اشرطه. كاين جوج اشرطه، وهذاك الاشرطه. لا ولكن اسمح لي. نعم. هذه راه الوزاره اللي صيفطت وانا عارف شنو كاين تما، عارف شنو كاين. هو اللي عطيتي؟ لا بلاتي، اللي عطيتي الوفاه شنو عطيتيه؟ فيه السيد داير عينه. ولكن ماشي الوفاه اللي داير المعاينه. الوفاه خرج الوزاره، المتابعه اذا المعاينه جات بعد الوفاه. بعد الوفاه. هذا الوفاه ها هي وحيدوا فيها 42 وفيه كل شيء، وحيدوا داك. نشوف السي احمد الله يعطيك السر. اذا هذه المعاينه دارها مفوض قضائي. مفوض القضائي مكلف من وزير التربيه الوطنيه. ماشي وزير التربيه. انا كنعرف السي بن المختار واقدره، وكنت كذلك مساعدا للسيد بن المختار. سميتو عبد العزيز بن الفقيه، مفوض قضائي لدى المحكمه. شتي لا كل شيء داروا الا بانه راه تعطاو ليه 40. دابا احنا هذيك الصوره دابا هذا الراجل هذا اللي كيبان دابا في الشاشه راجل حيت الراجل كبير هو اللي كيقول لك هذا الشيء انت وياه. قالوا له نعم دفعوا له من المسؤول خليفه. نعم قالوا انهم دفعوا له كم عطاوني 20 مليون. 20 مليون نقدا. نعم نقدا. ما الذي اعطاك اياه النائب رفقه موحى وكذا شي واحد النائبان كان المقاول حاضر هما الاثنين. واخا شوف بخصوص نسيت ان اذكر لك منذ لم يكن هناك اي طبوغرافي او تقني. دابا هذاك السيد اللي كيهضر هنا حيث انهم لم يشرعوا في التوثيق الا بعد مر حوالي عام و3 شهور. بخصوص الشيك لقد اتصل بي منذ حوالي 15 يوما وقال لي على النائب الاقليمي وقال لي عليك ان تحضر لي رقم الحساب ونسخه من شنو هذوك النقاط خاويين. هذاك نسخه من الوثائق ونسخه من عقد الملكيه. ولكن اسمح لي هذا مفوض القضائي علاش خلى هنا النقاط 4؟ هذاك هو اللي فيه سميتو ونسخه من وكاينه نسخه من عقد الملك. النسخه الاخرى ديال هي الشيك. غادي نسولك واحد السؤال اخر. لا هادشي اللي كتقول خطير. سؤال هاد انت عندك التسجيل الاصلي اللي صيفطتي للوفاه؟ كاين. باقي عندك دابا؟ كاين. مخالف لهذا الشيء؟ مخالف. عندك؟ وعطيته للمحكمه الابتدائيه ديال الرباط. اصبر بلاتي سي عبد الله ما نخليكش تصبر. شي حاجه ممكن تكون خطيره خاص الجمهور يتشبات معاه. دابا هاد المحضر اللي مفرغ منه ديال الوزاره بعد الوفاه وناقص، وانت عندك نسخ قرص خور اللي عطيتيه للوفاه. وعطيته للمحكمه الابتدائيه ديال الرباط ورفضته. ورفضوا المحامي الله يرحمه ديال الخصم، قال لهم لا ما مقبولش ما يتشافش. ومحكمه الزجريه ديال الدار البيضاء قبلته ودارت بحث. دابا عندها بحث. واللي تخفى على هذه المساله هو تقرير ديال السيد وكيل الملك، لان ذاك الارض فيها جوج اشكالات. فيها اشكال ديال الثمن اللي هو المعني بالامر ما عطاكمش هذا. شكون هو النائب الاقليمي اللي ما عطاكمش حتى شنو ما عطاناش؟ لي استيماسيون راه 3 المرات وهما كيديروا. لا عطانا 162 ولا 152. شوف 225 مليون. اقتراحات اللجنه اعتماد على ما توفر من عناصر مقارنه وقناعه لدى اعضاء اللجنه تم تحديد اساس تقييم 150 درهم للمترو. اي 15000 تساوي 225 مليون. هكاك انا نوضح لك شنو كاين. هذه 225 مليون. هذه فاش قبال يعني فاش بداو باش يصاو هذه تدارت في سميتو في العماله ديال الميدال بدون علم العامل وتحمل المسؤوليه ديالي. العلم ما ساقش اخبار هنا. ما ساقش الاخبار. السي خليل ما ساقش الاخبار. ولكن لا شوف بيني وبينه هذاك المساله. انا جاو درت ليه ريفيزي وهو كان هذاك السيد كيقول لك لا راه حنا اللي كنوقعوا. شوف وقعوا كاملين. اشنو درت لهم انا هنا؟ نشوف ريفيزي. هو قال لي راه الممثل ديالك انت ثاني.
قال لك ما جيتي انت علاش غتسني راه دابا هو ممثل الاداره طالبه الاقتناء غيفوزي. عاد شوف نوضح لك نوضح بالنسبه سميتو الاعداد ديال المشاريع والتوطين ديالها، راه كتكون اون كوميسيون دي شوا دو تيران. لو شوا دو تيران واش انا تقني، راه كيمشي تقني ولا يمشي واحد كنكلفوه كتجمع. اذا السنيه اللي كيمثلك تتعلق بالشق التقني فقط. اما من عاد يدخل فلوس تخرج، من حيث نمشيو الاقتناء ديال سميتو خاص النائب هو ممثل ديال الوزاره. هذا الشيء تديه المديريه ديال البناءات والله المركزيه ولا بس السي احمد الله يجازيك بخير نوضحوا حيت الجمهور متبع معنا هذه الحلقه. لا حبيت غنشرحها. ملي كنمشيو غير نختاروا الارض اللي غنديروا فيها المدرسه تما ما مطلوباش السنيه ديال النائب الاقليمي، التقني ديال النيابه هو اللي كيصلح البناءات. اذا بديك اللحظه ما كانش كيمثلك على صعيد يشري. وشوف في الاول لا حيت نقطه مهمه في الاول بعدا هو ما بغاش يقول لكم لا رياليتي. هذاك المحضر عندك تما هذاك المحضر اللي تدار وقع فيه سميتو ما يسمى صاحب الارض وابن عمه وهذو بجوج راه كانوا في الجماعه ديال المزي واش فهمتيني ولا ديال تونفيت. والمهندس ديال سميتو ومدير اعداديه ديال تونفيت راه ما قالهاش. واش مدير اعداديه ديال تونفيت يمثل النائب الاقليمي؟ راه عندي ذاك المحضر واش فهمتيني ولا لا؟ اذا بالنسبه لو شوا دو تيران راه ما تدارش داك الشيء كامل. والمساحات في وزاره التربيه فيها 3 المعايير. المدرسه الابتدائيه كتمشي حتى ل 600 متر كاري 6000 متر كاري. بالنسبه للاعداديات كتمشي حتى ل 1000 متر كاري. الثانويات كتمشي حتى ل 1000 للفوق. هما يعني ما صاوبوش ما عبروش لو تيران وبقى غير كيتسميتو وداروا لها تقريبا في الاول بان الطول سميتو ديالها فيها تقريبا 1500 متر كاري في الاول. واش فهمتيني ولا لا؟ وداروا 150 درهم لان عمموها في الاقليم. عاد تدخل السيد العامل وحل المشكل عاد باش نوقعوهم. وهو اللي خطير صرح به راه مازال غادي نمشي للاملاك المخزنيه. راه انا اللي وقعت ليه هذاك باش يتولي اوفيسياليزاسيون ديال رسم الشراء. فوقاش تدار رسم الشراء؟ ها هو رسم الشراء راه تدار في 2012. ها هو 2012. علاش انت مسؤول في 2012 في وزاره التربيه الوطنيه في النيابه ديال سميتو باش توقع؟ الا وقعتي راه مازال غادي يمشي للاملاك المخزنيه. كيفاش؟ ما عندوش الحق الا وقع في هذاك باش يتخلص مول الارض. هو فوق السنه انت جيتي في 2010. هو كان قبلك؟ كان قبلي وتيقول سنه في 2012. هادشي اللي كيقول اللي قال لكم دابا اللي فهمتي انت اللي فهمت انا. ثانيا باقي غتمشي تما لا انت مازال غادي نمشي واش جاب سي التقني باش ينوب على النائب الاقليمي؟ عنده شي تفويض؟ واش حتى السيد الكاتب العام ولا رؤساء ديال المصالح اللي هما معينين من طرف سلطه التعيين غادي يوقع معهم التقني سميتو محضر ديال علاش قلتي مفبرك السي احمد ديال الاقتناء؟ الحكم انا شفت الحكم فيه انت كتقول القرص مفبرك. وي ايوا هادشي يدينك فين واش مفبرك؟ لا غادي نقول واخا بالنسبه للقرص صفطته الوزاره باش المعاينه. علاش انا اللي درت هذه المعاينه؟ شكون هذا اللي اسم وزير التربيه الوطنيه كان في هذه اللحظه بالمختار مسكين هذا السي بالمختار في هذيك اللحظه يوجد في خارج المغرب، ماشي خارج المغرب. ما بقاش عنده شي سلطه لنا الحكومه ما سميتو في البلوكاج تصريف الاعمال هنا تصاوب اللحظه. وي وتصاوب هنا وانا عارف شكون اللي صاوبه. وحيد فيه داك الشيك وعندي انا سميتو ديال. عندك النسخه الاخرى؟ عندي النسخه. قلتي عند المحكمه؟ اعطيتها كان في المحكمه. واخا هذيك مفبرك ملي قلتي مفبرك
سدوا لي عينيه، حنا ما سديناش عينيه، حنا ما جبناه بمسؤوليه وبامر من الوزير كتابيا راه عندي بامر من الوزير. لا سدوا له عينه زعما ربما المعطى يعني اسمع. حق في الصوره بغاو يضربوا. اصبر ماشي غير هذاك، اتونسيون. ها واحد القرص اخر مزور، الهجوم على المفتش العام. ها هو عضو العصابه المنظمه المدعو فلان من واش فهمتيني ولا؟ ها الشكايه كيفاش الهجوم؟ ما فهمتش هذه. داروا فيسبوك، زوروا واحد الصفحه فيسبوكيه وقالوا انا اللي نشرت اللي درت هذا الشيء. زوروا عليك؟ زوروا عليا ودرت شكايه، ما عارفينش بان درت انا شكايه للنيابه العامه، والنيابه العامه كتبحث وعارفين حنا شكون اللي داير داك الشيء، وهذا اللي داير هذه المساله هو اللي دار التسريبات واتحمل المسؤوليه ديالي. الا استدعتني الفرقه الوطنيه غادي نشرح انا المساله ديال التسريبات. والسيد الوزير بالمختار بعد ما صافي مسكين في واحد الحاله وتم تهديده. شنو هددوه؟ خرجوا ليه سميتو، خرجوا ليه التسريب ديال ماده الرياضيات وفهم ويرجع للدور. تما بدا الصراع ومشى واحد المستشار ديالو السي عبد الصمد الله يذكره لا بلاش اسماء الى غير ذلك، لا مشى بحالته صافي، شاف داك الشيء ويمشي بحالته لهالدرجه. وي وبقيت انا يعني صامدا. الحكم كان ضدك السي احمد؟ لا العفو، ما خصو تطوير الراي العام. الحكم فيه جوج. فاش فرغوا هذا لي سيدي عطاوه هو ديال نفقو، قالوا ليه سير رفع بالسيكيكيش دعوه في محكمه الرباط. وهو دابا يقر في هذه المساله. قال لك اودي راه مشى عيط لي بالقاسمي ولا مشى عند بالقاسمي السي بالقاسمي وقال ليه السيد الكاتب العام وقال ليه اودي ما تدعيش. وراه دعاني الكاتب العام. السيد الكاتب العام راه دعاني الكاتب العام. واش فهمتيني ولا لا؟ وتدار جوج ديال الدعاوى بنفس الصكوك ديال الصحافه. واش فهمتيني ولا لا؟ من بعد شنو 138 جلسه، جميع الوثائق كلها المتعلقه. انا قلت لهم الناقد التربوي من حقي هذه الخروقات نبرزهم ونحيلهم لذوي الاختصاص. هذه الشكايه اللي دار هو الشكايه النائب الاقليمي السابق. ها الحكم ابتدائيا بشحال حكمت؟ عدم قبول الشكايه. ما قبلوش الشكايه ديالو؟ ما قبلوش الشكايه ديالو هو. والسانف وفاش السانف نفس الطريقه. في الاستئناف اللي بغينا هذا ها هو استئناف. قالوا ليه بان استئناف مرفوض. ها هو السي حميد، ها هو عطيني نقرا الله اقرا خويا الماده 40. هذا الاستئناف، وحيث ان استئناف المشتكي يعني هو السيد النائب المطالب بالحق في الشكاية المباشرة دون النيابة العامة يقصر نظر محكمة الدرجة الثانية على الدعوى المدنية التابعة به انسجاما مع مقتضيات المادة 410 من قانون المستأجرين، على اعتبار أن حق المتضررين ينحصر في إقامة الدعوى العمومية دون ممارسها ولا تبقى من اختصاص نيابة. معقول هذا الشيء؟ بمعنى النيابة العامة ما استأنفتش. علاش النيابة العامة ما استأنفتش؟ لأن النيابة العامة على دراية لما حدث من سميتو فيه مشكل ديال التزوير وفيه هذا المشكل ديال هاد 240. كانت فاتحه ابحاث. ها محاميات كتقول. شكون دار الشكايه تما؟ الشكايه كيتنازعوا على الارض، انا ما كندخلش واش ديالو ولا ماشي ديالو، انا محايد. اذا النيابه العامه ما كاينلاش استئناف مادام هي فاتحه. شوف ها هو صافي واضحه. اذا الاستئناف هنا لصالحك، لصالحي. النقد لصالحي. هذا شهاده بعدم. هو النائب ما دارش النقد. لا ما قدرش يدير النقد. يديروا شهاده بعدم النقد. يشهد انا بعد اطلع على سجلات كذا كذا من طرف المشتكي فلان بن فلان صاحب الشكايه المباشره دار المشتكى به احمد كيكيش والمتابعين بدون حط القذف وبمضمنه سلمت هذه الشهاده بطلب المشتكى به احمد كيكيش. انت مشيتي جبتي بانه ما دارش بك النقد. زيد ها النقطه اللي فاش كيقول لك في الموضوع، لان هاد الشكايه واش ورينا ذاك النهار هو الحكم ابتدائي. حكم ابتدائي حشومه.
نور لك هذا تعطي الاستئناف وتعطي الخير، لان الحكم فوقاش كيكون نهائي حيت يكون النقد مبرم. النقطه الثانيه كيقول لك ما كاينش في الموضوع. ها هو المحكمه الزجريه ديال الدار البيضاء 122 تقريبا جلسه وفيها البحث والتدقيق. ديت لهم ما يعادل من 3000 وثيقه تثبت داك الشيء اللي كنقول الاسباب. وهنا غادي عبر المنبر ديالكم غادي نوجه للباحثين والاكاديميين في علم التربيه يمشيو يشوفوا الملف ديال النازله اللي كاينه في المحكمه. شهاده ضبطيه بعدم النقد لان النيابه العامه تحفظت عن اعداد النقد. الشهاده الضبطيه بعدم النقد. السيد احمد كيكيش بعد الاطلاع على سجل مراقبه القرارات المطلوبه تبين بان القرار المشار الى مرجع عليه غير مطعون فيه بالنقد من طرف النيابه العامه. صافي، يعني ان جميع المراحل ديال التقاضي استنفذت لصالحي ومن حقي نطالب تعويض. ولكن لا يشرفني أن أطلب ولو درهما واحدا من أحدهم، وأنا أعرفهم لأن أنا العمل ديالي هو الوضوح، هو المشاركة في تطوير المنظومة خدمة المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات، وثانيا هو الثقافة التعليمية تسود في الفضاءات المدرسية. أوحد واحد السميه ترددت على لسانك في اكثر من مناسبه، وجدت دابا الفرصه وانت قدامي. ما قصه هذه المؤسسه التعليميه احد ولا اثر لها في الواقع السي احمد؟ راه الا شفتي ماشي غير هذا اللي قال له السي كيكيش راه كذب. واحد البلاغ الى عقلتوا عليه راه صدر من صدرته الوزاره. ما كيهمش السي احمد بلاغ راه معروف ان مدير شتو هذاك انا كنتحمل مسؤوليته. شتو بانه دارت الوزاره بلاغ خاص بك بان كذوب وكذا والا كاين شي واحد عنده خروقات غادي نعرضوه في المونتاج، غنعرضوه ان شاء الله. الا ما ها بالنسبه للثانويات لا احد مزيان. انا كنقول هنا بلاصه خاصها تكون كان زعما كتب لها الوجود فين في سلا فوق ترى فين هاد احد غادي تكون لا في سلا ثانويه احد. وواحد النقطه غادي نوضحها عفاك. شكون هاد النقطه؟ انا فاش يتم الانهاء ديالي قسريا من طرف واحد المجموعه اللي كتستافد من الاستفادات من البرنامج الاستعجالي ومحرجه من المواقف ديالي دائما سميتو طلبوا بقاو كيروجوا اشاعات بان السي احمد كيكيش راه سكات وراه داكشي اللي كيقول على المدارس راه غير كذوب وداك الشيء. بصح سكتي شي وقت؟ لا هو بطبيعه الحال انا انسان اخلاقي اداري. انا شنو سكتك؟ ما سكتني حتى شي واحد. شنو هو الوضع اللي سكتك؟ انا التحقت كمستشار ولي الشرف للمرحوم شوقي بن يوب المندوبيه الوزاري عقب التحفظ. اصبحت مستشارا له احتراما للقيم وديال الضوابط والاعراف الاداريه. ليس من حقك ان تحرج سميتو، والتزمت الصمت. سيتو هذا اسمي الله يوليه برحمه ما بقيت مسؤول. ولكن سمعت بانه السي احمد خلي دابا ديال امور جانبيه. سي لينا انا ثانويه احد وهنا اللي كنوضحها هو ملف اتحداهم يوريوا لي فين وسميتو ثانويه احد وخارج الميزانيه ديالها تخلص المقاول وتخلص تخلص المقاول وتخلص سميتو. ها يا سي حميد تخلصوا الناس تخلصوا. ثانويه احد راه فيه سميتو. علاش ناض خلاف بيني وبين المفتش العام على احد. ها احد طلبت من الوزير حول مصير ثانويه احد. ها هو الصفقه الى السيد وزير التربيه الوطنيه والتكوين المهني. الموضوع حول مصير ثانويه احد التاهيليه، وبعد
فتبع تم وجود الإمام وبعد فتبع الموضوع المرجع المشار إليه ما أعلاه في إطار إعادة ترتيب مصلحة البنايات والتجهيزات والممتلكات بالنيابة. تم العثور على ملف يخص ثانوية أحد التأهيلية بناء على صفقة 53/2009 في حين أنه لا وجود هذا الاسم على أرض الواقع بالنيابة. وللوصول إلى الحقيقة ألتمس منكم إحالة هذا الملف لذوي الاختصاص على الصعيد المركزي. بابا هذيك دابا واش جاوبك الوزير؟ يا صبر شوف هاد أحود باش نوضع الثانوية كلها ما كاينش. هو كان غادي يتبنى في سميتو في السله الجديده في واحد البقعه ارضيه معروفه. الحيتيات ما غاديش نعطيهم لان الا كاين شي بحث غادي نعطيهم. طيب واضح. الصفقات الاولى كانت غدير تما ايادي خفيه. هذيك الصفقه ما عرف فين مشات. تعاودات هذه الصفقه واش فهمتيني ولا؟ ولكن شنو داروا؟ كانت واحد المتنبي اعداديه وردوها ثانويه المتنبي. وأحد ما تلقاش سميتو ديالو. وعندي أدلة قاطعة على هذه المسألة. فاش دارت هذا سميتو طلب مني تقسيم ثانوية المتنبي في 2015 باش تخرج أحد. وي باش يورطوك إلى السيد نائب الإقليم بسلام. الموضوع في شأن تقسيم الثانوية التأهيلية المتنبي بسلام نسخة من المراسلة الواردة من القسم الخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه. وبعد في إطار تتبع إنجاز وتأهيل المؤسسات التعليمية على صعيد جهة رباط سلازم الزعيري الشريفوني أنا أطلب منكم تحديد الحاجيات من المرافق التربوية التي يتعين إحداثها في أفق تقسيم الثانوية التأهيلية المتنبي إلى ثانويتين تأهيليتين مع تحديد الكلفة التقدير اللازمة. طلبوا مني داك الشيء غير قول لنا شنو خص تما. ما يمكنش نقيسوا. أولا معلومين قضاة ديال المجلس الأعلى. ثانيا الجهات المختصه كدير بحث وبغاو يورطوك باش تمشي تقول لهم خاصني ندير هذه وندير هذه. المحو المعالم ديال سميتو ثانويه أحد. انا اصرح هنا في هذا المنبر ان السيد بلا ما جبدنا الاسماء عفاك ان اللي مسؤول انا ذاك نائب اقليمي على السله الجديده وهو موظف سامي لحد الآن شارك من 2000 هو في ذوك الإصلاحات وما زال وغادي نقولها مفتشا عاما هو المسؤول على يقول لنا فين مشات هذه الثانوية أحد. واللي خطير في الأمر شهادة القضاء ما عرف دابا لا. واللي خطير في الأمر ها هما كيخاطبوا. شوف كيخاطبوا مدير بأنه بحال إلا كاين أتحداهم الى السيد مدير الثانويه التاهيليه أحد. اجي تهز سميتو المعدات وزاره التربيه الوطنيه. الموضوع تجهيزات مدرسيه الادوات التعليميه. سلام تابوج المولى يجي يجربون ان اخبركم ان التجهيزات الوارده في البطاقه رفقته قد خصصت لمؤسستكم وعليه تعيين عليكم الاتصال بمصلحه الشؤون الاداريه. شوف الا كان هذا الشيء اللي كتقول صحيح هذا اخر ستاج الوحش. الا كان وخا قدام الوثائق لا إلا وصلت لمستوى ما كاينش ثانويه ونصاوبوا الوثائق وبداو نديروا المراسلات صفقات. راه صفقات هذوك السي حميد اسمح لي صفقات. هاو ما تقلقش مني السي حميد عافاك. لا ولكن واش هادشي بصح؟ واش شوف مراسلات الا ماشي صح راه داك الشيء اللي كيقول لك سميتو بان السي حميد كذاب واش فهمتيني ولا لا؟ ها هو بناء مشروع بناء قال لك ثانويه. صبر نحطك في الصوره ديال هذه المساله. هندوزن هادو كلهم راه تحطوا في سميتو ديالو تحطوا في هالاملاك المخزنيه. اش كتقول واش فهمتيني ولا؟ هالاملاك المخزنيه من مندوب املاك الدوله الى السيد نائب وزاره التربيه الوطنيه سلا املاك. وبعد يشير نذكركم ان وزاره التربيه الوطنيه قد طلبت في اطار البرنامج السنوي لاقتناء قطعه ارضيه قصد احداث المشروع المبين. وقد وافقت مديريه الميزانيه على هذه العمليه العقاريه بوسائط ارسالها هذا. وقد اجتمعت اللجنه الاداريه للتقييم بتاريخ وحددت ثمن القطعه الارضيه المعنيه البالغه مساحتها شحال 13 سميتو لا بزاف ماشي 13 قطار. واتبع الى مطلب التحفيز كذا في حتى اتمكن من عرض محضر التقييم هي ديال أحد. ها الطاولات ديال أحد
ها الماتيريال كيقولوا ليه من الوزير الى نائب الوزاره ديال الفسله، اجي تهز الطاولات وتهز سميتو ديال احود في 2002. لا واحد القضيه خلينا نسولك، حيت هادشي اللي كتقول مرعب. خلينا نسول، ربما مشى هادشي ولا من بعد الوزاره بدلات ديك شي بلاصه اخرى دارت شي مشروع، غيكون عندهم شي جواب لهادشي، حيت هادشي خطير اللي كتقول. يعطيونا جواب وعندي انا جواب وانا عارفه شنو كاين، وما غاديش نقول لك السي حميد، غادي نقولوا لذوي الاختصاص. الصحافه واخا سلطه رابعه كاين واجب التحفظ، لان كاين النيابه العامه وكاين الفرقه الوطنيه والفرق الجهويه اللي كيبحثوا في هذه الرساله. هو من فوقاش كيبحثوا من 2018 ياك داكشي الشيء يخرج. لا حباس، هذه نقطه مهمه مع احترامنا، حيت هادشي اللي كتقول مخيف. 2000 كاين دابا ملف، دابا حنا في 2025 7 سنين هذه كاين ملف. شوف انا راه بحالك تقلقت في الاول علاش، ولكن راه كثير هادشي كتلقى كيتصنتوا لوحدنا ويمشيو للرشيديه يتصنتوا لوحدنا في الخدمه ويمشيو لهذا الله يكون في العوان. انا اللي طالع حتى شنو كاين تما راه 5 مادام هنا ومادام هنا. خلينا نسولك واحد السؤال، هنا وهنا انت كنتي في ميدلت وجيتي نائب اقليمي قنيطره الوسلى، تصادف انك شي مقاولين مثلا لقيتيهم في ميدلت وما جيتي لقيتي نفس المقاولين في نفس لقيتهم مزورين حتى زوروا سميتو زوير زوروا ليكوسيون في عندك تزوير. وي عندك وثيقه هنا تزوير؟ كاين وثيقه ديال التزوير، كاين وثيقه تزوير. عطيها لي نشوفها. التزوير كاع كيزوروا في الورق، كيزوروا. ها هو الرساله الوكيل الملك، ها وكيل الملك قرا الى جناب وكيل الملك. ما تقولش السميه ديال، لا ما نقولش طبعا. الموضوع الادلاء بوثائق مزوره. جناب الوكيل اخبركم ان المقاول فلان بالفلان والذي شارك في طلب العروض كذا كذا السي حميد متوجه بجماعه قد ادلى بوثيقتين مزورتين. الاولى تضمن الضمان المؤقت مبلغ 7 مليون من طرف المسؤول البنكي كذا وكذا، والثانيه عباره عن شهاده للسماح المعني بالامر المشاركه في الصفقه وقامه. وكاين الورقه هنا هي تما هي فوتر دوموند لاتيستاسيون مصداقيه الشهاده. طلبت واش كاينه مصداقيه سويت ا فوتر كوري كونسيرنون لاتيستاسيون بور كيقول لك السيدي بان هاد فلان بالفلان لاتيستاسيون نو اوثنتيك فالسيفي. هذا قال لك فالسيفي. لا ها هو اللي قال لك نوز افون ريفسون ا فوتر تيتر سون كوسيون بروفيزوار سيت كوسيون اي فالسيفي مزوره. وهذا في هذا الملف هذه البنكه كيقول لك مزوره. هذا الملف عيطات لي الضابطه القضائيه ديال خنيفره، قالت لي راه السيد راه تعتقل اجي باش سميتو. قلت له ودي انا ما بقيتش كنمثل الوزاره، شوف مع الوزاره والوزاره دابا هذيك المشاريع بوثائق مزوره ويلي قلت لك جيوش ديال المقاولين وجيوش ديال المناولين والمناوله الغير الشرعيه. كنعطيك مارشي غدا كتجيب لي واحد بالزنقه يمشي يبني تما. راه والتضخيم في سميتو في لي كونسيستونس وفي واحد كيفاش كيضخموا في المبلغ؟ كيضخموا ديال نعطيك على سبيل المثال. اعطيني شي. ها هو فوي اون بلا ماس. الله يحفظك السي احمد، غير دور غير داك الميكرو باش الصوت. لا غير الميكرو دور عندك ايش. اون متر كوب quantité prévue dans le marché 600. quantité consommée décompte provisoire numéro 8 3565 mètres cubes. quantité dépassée صافي فتي داكشي 2965.75. شحال البورسونتاج؟ 495. يلا بحال قلتي المارشي راه يلا بحال كدير 4 ديال المارشي. ها هو dépassé constaté dans la quantité prévue pour certains articles relatifs aux grosses œuvres sont utilisés d'un titre exemple. وكنعرف هاد المؤسسات ما بغيتش نخلصهم، وهما اللي مشاو حركوهم وداروا واحد الوقفه المقاولين ديالهم وداك الشيء. وشكون اللي كاتب هادشي؟ ماشي احمد كيكيش، سي لي جاف. شكون عرفتي لي جاف؟ واو بيان سور لي جاف هي المفتشيه العامه الماليه، واش فهمتيني؟ هي اللي كتبات هادشي، الريفيرونس ديالها بكل شيء.
بالنسبه للوحود كاين الامام الشادي، كاين ثانويات اخرين اعتقد. خلي الامام الشادي حتى لشي نهار ونتذكروا معاه. احود هي اختارهم كاع، اختار احود وواحد المجموعه ديال المؤسسات الا كانوا السي احمد كيكيش راه ما كاينش. كنا طرا شنو لقيتي؟ اصبر. عند طرافو داميناجمون دي كوليج الفردوس. يقول لنا فين كاين الفردوس؟ شنو الفردوس هذا؟ الفردوس كوليج مؤسسه ما كايناش. المارشي ديالها 33 دي تي 11 2011. شحال الفلوس؟ جوج بمليون و288 ألف، هي 200 قول 230 مليون. بلاتي. وفين كاين الفردوس؟ ما عرفتش انا نايب والله ما عارفه. طرافو دو كونستركسيون وكانت تابعه لنفوذك انت هذيك كنائب. حبس اصبر. لا حبس، لا نقول هذه وكمل. دابا انت نائب في شي بلاصه وعندك المدرسه ولا المؤسسه وما كتعرفش فين هي. ما عرفتش. طرافو دو كونستركسيون دو كوليج التنميه 22 دي تي 2011. واش فهمتيني ولا؟ تقريبا 900 مليون. والله ما عرفت فين كاين هذا الكوليج التنميه. يلا انا اللي في خبري بان التنميه دابا عاد بنات في سلا في جامعه عامر حدا واحد المؤسسه ديال 8 مارس ولا شي حاجه. وشكون اللي بناتها العماله. طرافو دو كونستركسيون عثمان جوريو. كنقلب على هذا عثمان جوريو، عرفتي شحال؟ 8 مليون و994. الرقم ديال الصفقه 4 دي تي 13. والله ما لقيت هذا عثمان جوريو. قلبتي ما لقيت لحد الان. واش فهمتيني ولا؟ 3 دي تي 2013. يلا قريب نجي. طرافو دو كونستركسيون دو ليسي عيشه الجبري 1,194. والله ما عرفت فين كاش. 26 دي تي 11 طرافو دو كونستركسيون دو كوليج التهامي الزموري. واللي خطير في الامر كيقول لك بانه وصلوا 40% و50% و5% في لي زافونسمون، يعني موجودين كيتبناو. وهذا هو الخطوره. وتعطى تعطى لواحد جهه يعني رقابيه اللي تابعه لوزاره الماليه. راه غادي نزيد لك الاخرين السي حميد. واش فهمتيني ولا لا؟ تبارك عليا عفوا. راه مازالين. ها المحضر اللي درت مع الضابطه القضائيه في سلا على البقع اللي داوها هما داو بقع ارضيه. ويلي كيف كيديروا البقع؟ كيديروا ها الرساله. لا البقع غير البقع وكمل. كيف كيديروا البقع؟ ما فهمتش. البقع كيفوتوهم تفويت كيديروا لا مان لوفي. مان لوفي ولا كيخليهم يمشي ولا واحد المجموعه ديال الاشياء. هاد المؤسسات ها غادي نقول لك على مثال. كتقول لي فين مشات البقعه. دابا مدرسه الامل نتحداهم فيها مشروع ديال التنميه البشريه، فيها سميتو ومحو الاثار ديالها. هدموها وبناو في بلاصه اعداديات محمد زبزاف. واين بقعه اعداديات محمد زبزاف؟ واحد. مدرسه جيل النجاح هدمت وتم في بناء سميتو ديالو اعداديات ماء العينين. وفين البقعه ديال ماء العينين؟ مدرسه بوبكر حمادي هدمت من اجل بناء مدرسه محمد القاسمي. وفين هذيك البقعه ديالها؟ مدرسه المسيره هدمت من اجل بناء اعداديه الاندلس. هذه شي تاكتيك ديال المعلمين. نزيدك خلط المشاريع ديال التنميه البشريه والبرنامج الاستعجالي اللي وقع السيد العامل. راه مازال كنقولها ديال سطات. راه حضرتي ياك. وشوف معذور هذاك العامل ديال سطات ومعذور. راه كيخربقوا العمال. وغادي نقول لك واحد القضيه. راه تسمع ياك دابا جبدوا السي مهديه الله يذكرو بخير وكنحترم الدار البيضاء. الدار البيضاء راه كاين هنا.
والسي مهيديه تلفوه وقال لهم هضره كثار من هذيك ديال 16. نقول لك شنو قال لهم؟ قال واحد النائب الرباعه الشفاره وتقلقوا وخرجوا. عاد جات مديره الاكاديميه صحيح هكا، وشوف تحمل مسؤوليه الهضره الاجتماع الرباعه ديال الشفاره لما قالت الناس ديال التعليم ولكن لقاهم سارقين والله اعلم. ايوا هذه يقولها راه ما قالها حتى سميتو. انا لا الوم رجال السلطه النازحين فهمتيني، لا الومهم. غادي نزيدك وهنا وجه انا واحد المساله سؤالي السيد المفتش العام، اين ملف ديال الجهات المكلا السفيلات اللي خدا 14 صفقه نيابه عن 14 اكاديميه والرباط بوحدها وسميتو وكذا بوحدها، وماذا يوجد في الرباط وفي الدار البيضاء؟ مديرتي الاكاديميتين باقي يعني جوج عيالات. باقي المفتش دابا العام ولا بتبدل؟ باقي نفس المفتش العام، نفس المفتش. وهنا سائل رئيس الحكومه السي عبد العزيز خنوش، السي خنوش واش انت كلفك جلاله الملك باش تصلح الاداره وخاصه الاداره ديال التعليم، واش انت ما بغيتيش تصلحها؟ واش ما قديتيش تصلحها؟ واش ما بان لك اخنوش ما دار والو في هادشي؟ ما كاين والو في التعليم. وتم بلغ الى علمي انها مدد لهم كمديرين. واش ما كاينش في هذه البلاد كاع ولاد العيالات اللي غادي يشدوا مديريه الاكاديميه ديال سميتو ديال الرباط؟ ما كاينش اللي غادي يشد مدير ديال الموارد البشريه، ما غاديش يشد المفتشيه العامه، ومازالين كنخدموا بالمفتشيتين، رغم ان خص يكون مفتش عام واحد وتكون فيه قطب المالي وقطب اداري ولا تربوي. باقي كنهضروا حنا بجوج مفتشيتين عامتين. ما فهمتش، راه كاين الناس ما غيفهموش. دابا انت كتصيفط رسائل بان ليا شكون اللي عنده مديريه وجامع بين المناصب، شنو ما فهمناش. شوف هو واش كاين شي واحد عنده جوج مناصب؟ عنده كاين تكلف بمدير اكاديميه الرباط، وتم تعيينه بدون مباراة مديرا مركزيا على الموارد البشريه، ولكن ما بقاش مدير اكاديميه، مازال مكلف. كيجمع بيناتهم بجوج. مازال. يعني ماذا يحدث؟ بابا كفاءته واش ما كاينش رجال في البلاد؟ بابا تكون الكفاءه. لا نحن الكفاءه ما كاينش، ولكن كل من ورد اسمه في المجلس تقارير المجلس الاعلى سميتو كاين في تقارير المجلس على الحساب. شوف انا عارف شنو كاين تما، السي حميد غادي نبوح عليها بلا سميه. الله يحفظك بلا سميه. لا ماشي حيت القضاء. نقول هضره خويا. واش عمرك عرفتي بان العبد الضعيف راه انا اللي شديت، راه من 2017 وانا كنتهز معاهم، انا اللي شديت العلبه السوداء ديال البرنامج الاستعجالي، واحد المقاول اللي كيلعب كلشي، وكانت الفرقه الجهويه كتبحث عليه، ودرتو في شكايه باش يتصنتوا ليه وما بغاش يجي، قال له ما تمشيش عندهم وكيخبعوه. عندهم مقاول هادو كاع؟ ويلي سي حميد الله يهديك، راه هو اللي مشى دار شكايه بيا لرئيس الحكومه عبد الاله بن كيران. شكايه كيديه. واش قال السي بن كيران؟ نرجع لبن كيران. بن كيران كي كان هو اخنوش، شكون اللي تفاعل شويه مع هادشي ديالك؟ شكون اللي احسن تجربه اخنوش ولا بن كيران؟ لا شوف غادي نقول لك واحد بصدق بالنسبه لبن كيران، تعطى ليه ملف فرصه، عطاه له اللبار ما دار فيه والو، فهمتيني ولا؟ ولكن ما بقاش يقول التماسي على عفاريت. تعطاه اللبار ملف، وعطاه ملف اللبار وخصك سميتو. انا كتبتو، ولكن بحال شكون اللي كان وزير ديك الساعه في الحكومه؟ كان هذا رئيس حكومه واحد، باش ما نقولوش بحال وزير اللي كان في الحكومه اخنوش، يعني راقب على الملف، ها هو رئيس حكومه دابا، اذا بحال هما. علاش انا وجهت ليه؟ لا باش ما نقولوش هذا حاجه، راه بجوج محول الحكومه. شوف
لحد الان بجوج ما دايرين والو. صافي باش نكونوا واضحين. إيه. والو ما دايرين والو بجوجهم بجوجهم. صحيح. إلا ما يعني السي اللبار عطاهم هادشي السي اللبار اللي عندك. ويلي لا عطاهم واحد صفقات عاود. اذا بعلم اخنوش وابن كيران العلم ديالو ما داروا والو. خصهم يتحملوا مسؤوليتهم تابعوا الصحفيين. لا لان وكلهم جلاله الملك الدوله دارت الاستاتيو ديالها. واخا لو ما بغاتش الدوله باش غتصلح التعليم ما غاديش تعطيهم دوك الميزانيات. تعرضتي شي محاولات ديال الترهيب؟ عاودي شي قصه شي حنش ولا لفعه بعدا؟ شوف داروا لك لفعه في ميدالس وانا عارفهم. خلاوني حتى مشيت للعيد سرقوا لي الدار جراو. علاش كيسرقوا الدار؟ داو لي اليو اس بي فاش كاين هذا الشيء ديال دخلوا لك للدار. خذوا الدار وخذوا الذهب ديال مدام وبداو يكونوا عاش فار عاديا. عاش من راه لقيناهم. لقيناهم لقيتهم؟ بيان سير. وشنو قالوا؟ ما بغاوش يقروا. ما بغاوش يقروا. شنو داروا معاهم؟ داروا حكموا عليهم ولكن ردوا لي داك الشيء وردوا لي بيسي ما فيهمش لي زونيتي سونترال صافي. محيد منهم داك الشيء. وانا عارف شكون راه كتبت رساله للوفاء والوفاء قال لي ما نعرفش شكون اللي صار. شنو هي حاجه اخرى اللي وقعت لك؟ اللفعه. النقطه الثانيه هي مساله ديال سميتو ديال السلا. فاش جبت البنيه وداك الشيء وسميتو واحد النهار عيطوا لي جيت لقيت اللفعه وهذيك اللفعه ما كاينش في سلا حمراء. جابوها من شي بلاصه؟ انا عارف فين جات. لفعه حمراء. جات جهتي محدد. نويتي انهم يقتلوك؟ ما تعرف. عيط لهذاك السيكوريتي قال لي استاذ غادي نصبر. قال لي غنرد فيها سانتور. مشى حيد هذاك الجلد دار فيها واحد الصنطه كدير باقي عندي وصوبنا السانتور ولبستها. هذه الرد ما تضربنيش. واش ندير؟ صوبتي بها صمطه اللفعه؟ اللفعه وعندي فيديو فاش تصاوبات والديكلاراسيون ديال شي ضغط اخر ولا تشويش ولا تهديد؟ كان يطرا ثلاثه ديال الهجومات ولكن جبناء. بحال شو هجومات كيديروا في قناتها؟ الهجوم الاول انا خرجت من سميتو من النيابه المقرنيه للمديريه. هو يجي واحد مول الطاكسي ضرب لي يلا بغيت نضربني الباب الطاكسي ديالو. شديت فيه وانا فهمت لان ما واش مسخر واش غير بغى سميتو لان كون بغى يضربني مزيان راه يجي بالجهد. جاب دار لي هكا عيط للبوليس لقيناه بمقادير. قلت له طلقوه مشي بحالته. قال لي قلت له طلقوه مشي بحالته. الناس راه وصل. الثانيه محركين شي نقابات وجمتيني ولا لا باش انا عارف مسؤولين النقابات غادي نجي للنقابات شي نهار. النقطه الثالثه فاش الهجوم عليا وعلى محبسات 4 الخيرات ديال لي كونترولور ديتا 4 اللي جابوا عليهم. علاش؟ لان جميع المشاريع راه نوريك انا جميع المشاريع ما دازوش ما رافضين لي كونترولور ديتا يوقعوا فيهم وراقبين الدوله لانه في الخواب ils les ont exécutés sans visa ديال لو كونترولور ديتا. وعندهم صحابهم في الماليه راه دوك صافي مشاو بحالاتهم عاقوا بهم هما اللي يدبروا لهم على لي ديروغاسيون وعندي لي ديروغاسيون. اخيرا انا اللي بغيت نقول راه خاص تكون واحد التوازن في المحاكمات اللي شي حاجه يردها وبالخصوص جميع مديرين الاكاديميات يتحاسبوا. انا ما كنقولش كل شيء راه داير سميتو راه واحد مسكين راه مات مدير اكاديميه ومات نواب واحكام ثقيله عليهم. راه اللي دار شي حاجه خصو يتعاقب. محمد الوفا كلمه في حقه في الكلمه. كان الله يرحمه غادي يوضع منظومه التربيه في السكه الحقيقيه كان غادي يصلح. كيبان لك الابعاد ديالو كان مخطط له
من التعليم بالضبط؟ لا ماشي مخطط له من جهات التي حرجت ما بغاوش منهم نسب العفارت. وزير حقيقي؟ لا وزير حقيقي ضعنا فيه ياك. ويحترم الدولة ويحترم رشيد بن المختار وزير التربية هو مسكين رجل طيب، ولكن في التالي استسلم دوزوا عليه الدكاكه. هذا استسلم لهم، واستسلم لحصاد وابن كيران. واستسلم لحصاد وابن كيران بعد انهاء المهمه ديالو. عندي ادله بحالاش؟ وضح لنا. سير وضح لي الناس. لا ما نوضحش. هذا ما نوضحش. خلي ابن كيران تيجي الوقت ديالو. السي براده الوزير الحالي براده صالح ولا ما صالحش؟ لا هو جا شوف، لا يمكن خل مزيان اش غنقولوا، لا يمكن اصلاح التعليم الا بدون تفكيك هاد الشبكه الممتده. الرؤوس ديالها راه كاينين في الوزاره معروفين، ولكن عندهم اخطبوطات كلام صعيب في الكلمه في الاكاديميات والمديريات. كلام صعيب وكيخلع. كلام صعيب وكيخلع. لا سهل يمكن سهل. إصلاح التعليم إلا بتفكيك شبكة. أو أنا مستعد نتعاون معاهم. واش بغيتي؟ أنا مسالم. عندك يقدر شي واحد يقول لك هذا السيد بغى عاد شي منصب ومنوض. لا أنا مناصب ما كنمشي. شكون بغيت منصب راه كنت نسميت أنا. دابا هادشي كامل اللي كديرو ما كاينش مصلحة زعما؟ لا المبدأ هكا تربيت. واجهتي هذا النوع من التفسيرات؟ ضروري يقول لك هذا السيد كيقلب على شي منصب. لا وما عرف. باغي يولي مدير اكاديميه ولا باغي يولي وشوف كون سكت انا غادي ما تعرفش غنولي. ما بغاوش اللي بغيتي خذ اللي بغيتي. انا ما غاديش نقول لك واحد السر هنا راه قول لنا حنا جايبين. يلا تعين تعطاوني مارشي نفيزي، وداك المارشي فيه فقط الدراسه التقنيه. ومشاو صاوبوا سي بي اس ديالو، قال هذا راه جديد وجاو. او ثانيا عمرو تقدم لك شي عرض مالي هكا نيشه؟ ما قادرينش، عارفين بان كانت اشارات. كتكون اشارات ولكن ما يقدروش، لان عارفيني بان مناضل مؤسس ديال ترونسبارونسي. مؤسس ترانس سياسيا ديال من؟ حتى شي واحد مستقل. ما عمرك انتميتي شي حزب؟ لا والو ابدا. الله الوطن الملك. صافي. أحمد كيكيش نائب الإقليمي السابق يشكرك على هذه التوضيحات اللي خرج عقب معك على خير من خلال هذه الحلقة. ما قلته يلزمك ولا يلزم الموقع، يبقى حق الرد مكفول لكل من اعتبر نفسه معني بهذه الحلقة، على أمل اللقاء بك في فرصة مقبلة. تعطيني آخر مرحبا. أخير كلمة. بيان سور. أنا راه كنشوف أنا مستعد نتواجه معهم عبر الإذاعة الوطنية وعلى الشاشات ولا عندك. واش انتينو مستعد. الخلاف ليس خلافا شخصيا، وخلاف فكري فلسفي من أجل مصلحة البلاد. بهذا متتبعات ومتتبعي موقع بديل نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.